السلام عليكم خوتي العزاز، كي دايرين بخير؟ صحتكم لاباس؟ نتمنوا تكونوا بخير وعلى خير. سنة سعيدة تدخل علينا وعليكم بالصحة والسلامة إن شاء الله وبكل ما تمنيتوا. كيف العادة دائما أي حاجة كنخدموها كنشاركوها معكم، باش هكا كنقربوا لكم الصورة وتشوفوا المسائل ديالنا كيف ما هي. تفضلوا معنا ونتمنوا إن شاء الله ينال الإعجاب ديالكم هذا الشيء هذا. بالنسبة للصالون اللي خدمنا الأول، خدمنا على هذا الشكل هذا. كيف ما كنقول لكم دائما ان التكايه ديال الليطر هي عندها جوج ديال الادوار. الدور ديالها هي انك تعطي ديكور في الصالون وفي الدخله ديال الدار، والدور الثاني هي انك تكون فيها بزاف ديال الاستعمالات. الانسان يحط فوق منها اي حاجه، المهم راه كاين الصح الحمد لله، يحط فوق منها شي حاجه ديكور او لا بلاطو او لا اي حاجه او لا الشارج ديال التليفون يمكن له يتحط هنايا. وهكا كتكون عندها جوج ديال الاستفادات. الميزه الثانيه وهي السكل ديال الليطر اللي دائما كنشكروه لكم حيت لقى اقبال، ولا عندي انا من الضروريات كيف كنقول لكم. يعني كيحمي الصالون وفي نفس الوقت كيعطي ديكور زوين للصالون. بالنسبه للديكور اللي خدمنا في هذا الصالون هذا، خدمناه مفلح بالكوردون اللي كيجي الشكل ديالو انيق وزوين، وهذا الخط هذا كيجي اسورتي مع التحت باش هكا تعطي واحد الشكل اللي هو زوين. اللوينات اللي دخلنا في البتي كوسان، حاولنا ندخلوا لوينات خفاف باش ما يكونش الصالون مشارجي ويجي ديكور زوين. خدمنا فيه اللون ديال الصالون اللي هو الباج، دخلنا عليه هذا البوردو هذا اللي جا زوين. والمطارد كيف كنقول لكم هو راه سيد الالوان، في ما حطيتيه كيعطي الدور ديالو. ضفنا لهم هذا اللوين هذا اللي فيه جوج ديال الالوان تيعطي الذهبي اللي غادي اللون ديال الصفر، واللون ديال الصالون اللي هو الارضيه ديالو كيجي قريب للصالون. وهكا كان يجي التناسق وتيجي داكشي مزيان. الفرماجه دخلنا فيها ثلاثه ديال اللوينات، درنا فيها هاد الكالدو في القدام باش عطات واحد التناسق وجا الديكور ديالها زوين. والفرماجه كيف كنقول لكم انها كتعطي واحد لاباز للصالون باش ما كيكونش فيه تلاقم بزاف، يعني كتاخذ ليسباس هي ديال المترو، وكيبقى في هذا يعني جوج وعشرين جوج وربعين. وكتجي الشوفه مزيانه كيف كتشوفوا، يعني السوكل كيجي باين شوفه وحده. حيت الا كملنا هذا حتى لداخل او لا كملنا هذا حتى لداخل غتجي الشوفه ما غتعطيش هذا الديكور هذا. وغتجي الملاقيه في الوسط، ديك الملاقيه صراحه ما المهم انا ما كتعجبنيش وما كنبغيش نديرها للناس. كنفضل الفرماجه باش هكا تعطينا هذا الشكل اللي كتشوفوا قدامكم. ما كيكون لا تلقام لا والو، يعني كيكون السوكل غادي نيشان، كيعطي واحد الديكور اللي هو زوين. وحتى الا تحطات الزربيه ما كيكونش داك الديكالاج ديال الملاقيه ولا هذا. كيف ما كتشوفوا معنا الدور ديال التكايه ها هو فعال، ها هو ادى الدور ديالو. دابا يلا حطيناها، هو دارت الدور ديالها التكايه. هكا انسان كيحط عليها الويفي او لا كيحط عليها شارج تليفون كيتشارجا او لا بلاطو ديال الماء ولا المهم اي حاجه جاتو على البال كيحطها فيها. هذا هو الشكل النهائي ديال هذا الصالون هذا. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. مازال ما سيناناش، اجي تشوفوا معنا المفاجاه الثانيه. بلاتي شويه اخي جمال، ولا نوريهم؟ يلا زيد اخويا زعما زيد 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 زيد. هلا، الاناقه والجمال. صراحه هذا اللون هذا كيف ما كنقول لكم، ما عمر الانسان يحكم على اللون قبل ما يستخدم. دائما اللون حتى كيتخدم عاد كيبان الجمال ديالو. يعني فاش كتكون كتشوف اللون في لاكام ما تحكمش عليه، حتى كيتخدم عاد كيبان. هذا اللون هذا صراحه كان عليه بزاف ديال النقاش قبل ما يتحط، واش يجي واش ما يجيش، واش مغلوق واش مفتوح، واش غيجي زوين ولا ما غيجيش زوين. صراحه النتيجه بهراتنا كاملين، طلع ما شاء الله. ونتمنوا حتى نتوما ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. تفضل معايا اخي جمال، تفضل. كيف ما شفتوا معنا التكايه درناها حتى هنايا، جات زوينه وجات عطيها ديكور زوين. وفي نفس الوقت راه كما كنقول لكم يعني راه كتستعمل بزاف ديال الحوايج. هذا درناه سامبل من الفوق في المطلة، حيت هذا غيكون عليه الكلاس بزاف والنعاس ولا المهم، يعني فضلنا نخليوه سامبل وبغينا نغيروا حتى شويه ديال الشكل باش ما يكونش كلشي بحال بحال. يعني هذا درنا فيه هذا الستيل هذا، وجا خفيف حتى في الشوفه، جا خفيف. اكتفينا غير بهاد لي موتيف هادو اللي تحت في السومي التحتاني، وجا داكشي الحمد لله جا مزيان. بالنسبه للوينات اللي دخلنا في البتي كوسان، دخلنا هاد اللون هذا. هاد اللون هذا اللي كيرمز شويه اللون ديال الصالون وشويه اللون ديال التكايات مع السوكل، باش هكا اي لون كنحطوه الا وكتكون عنده لمسه الحاجه اللي محطوط فيها. المطارد بطريقه اخرى، هذا
نقول لكم المطارد هو سيد الالوان. غير هذا المطارد اللي درنا في هذا اللون هذا المارو جا شويه غرق، باش هكا نحترموا المعايير ديال اللون اللي كاين في هذا الصالون هذا، حيت اللون شويه غرق خصو شي لوين اللي يمشي معاه. اختارينا له هذا اللوين صراحه طلع ما شاء الله، ونتمنى ان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم حتى نتوما. ضفنا له هذا اللوين هذا اثيري شويه، فيه هذا شويه ديال الذهبي وفيه شويه ديال الباج. المهم لوينات زوينين، نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للمخدات درناهم على شكل باليزه باش هكا ما كيشدوش لي سباس وما كيخليوش الفراغ في الحيط. بحال هكا الانسان اللي عنده البيت هكذا مجموع ما يحتاجش يدير الدار، كيدير مخده هكذا باليزه كيجيو دايرين على البيت كامل، وكيعوضوا الدور ديال الظهر باش هكا الانسان كيستافد من المسافه ديال الصالون وكيربح الجلسات تكون مرتاحه. هذا هو الشكل ديال الصالون الثاني ديالنا. نتمنى ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. قبل ما نساليو غنبداو ناخذوا الراي ديال الكليان ديالنا ويعطينا الراي ديالو في الخدمه. قبل ما تعطيونا الراي ديالكم نتوما، شنو بالك في الخدمه ديالنا؟ الله يبارك فيك، الله يخطيك اخويا، بارك الله فيك، شكرا شكرا بزاف، الله يخطيك بالصحه والراحه وتستاهل كل خير. هذا هو الراي ديال الكليان ديالنا، ونتمنى ان شاء الله هادشي هذا يكون الاعجاب ديالكم، ومرحبا بالجميع. السلام عليكم ورحمه الله.